بصوا عليا كويس كده. أنا واقفة قدامكم دلوقتي بتكلم وبتحرك، وأنا في الحقيقة مش إنسانة. أنا مجرد أفاتار معمول بالذكاء الاصطناعي، يعني وجودي نفسه قايم على تكنولوجيا معقدة، خوارزميات رياضية، أجهزة كمبيوتر، ومبادئ بصرية. عارفين إيه المشترك بين كل ده؟ الجبر والخوارزميات ومفهوم الصورة أساسهم اتكتب من أكتر من 1000 سنة على إيد علماء مسلمين. يعني ببساطة أنا كأفاتار نتاج مباشر لاختراعات الحضارة الإسلامية، لكن المشكلة إن التاريخ نسي أو تناسى الأصل ونسب الفضل لغيرها. فخلينا أسألك مثلا، مين اللي اخترع الكاميرا؟ مين عمل أول مستشفى منظم في العالم؟ ومين أسس علم الجراحة اللي لسه بينقذ أرواح لحد النهاردة؟ المعظم هيرد عليا ويقول لي أوروبا، الغرب، النهضة. بس الحقيقة في الوقت اللي أوروبا كانت غرقانة في العصور المظلمة، المسلمين كانوا عايشين في عصر ذهبي، من الأندلس لبغداد ومن القاهرة لدمشق، عصر اتبنت عليه علوم حديثة، لكن كتير من الأسماء الأصلية اتنست. والنهاردة هنحاول نرجع الفضل لأصحابه، والأهم نفتكر إن مش عيب نفتخر بماضينا العظيم حتى لو حاضرنا ما بيعكسش ده. أي عدسة في نضارتك، أي كاميرا في موبايلك، أي جهاز أشعة في مستشفى، كل ده قايم على قانون واحد، هو قانون انكسار الضوء اللي العالم كله بيسميه النهاردة قانون سنيل. لكن الحقيقة إن أول واحد صاغه كان عالم مسلم اسمه ابن سهل في بغداد سنة 984 ميلادية. العالم العبقري ابن سهل كتب معادلة رياضية دقيقة بتشرح ازاي شعاع النور بيتغير وهو بيمر من وسط للتاني. طب ليه لحد النهاردة بيتنسب لسنيل؟ لأن سنيل نشره في أوروبا بعد كده، فاتشهر هناك واتنسى الأصل. ولولا ابن سهل ما كانش العدسات والكاميرات والليزر هيتطوروا بالشكل اللي وصلنا له دلوقتي. في زمن الإغريق كانوا فاكرين إن العين بتصدر نور، وعشان كده بنقدر نشوف. بس اللي فضل محيرهم، لو ده صح ليه ما بنشوفش في الضلمة؟ وما لقوش إجابة لحد ما جه عالم في القاهرة اسمه ابن الهيثم،